البيوت الكبيرة ما تحتفظ بجدرانها فحسب، بل تحتفظ بأسرار من يسكنونها، وتلك الأسرار حين تتراكم في الظلام ما تنفجر فجأة، بل تتسرب ببطء حتى تغرق كل من بداخلها. أنا سماح، في 25 من عمري، عروس جديدة في بيت يعج بالأسرار. تزوجت من أحمد منذ 6 أشهر فقط، وهو رجل طيب القلب، لكن طبيعة عمله تضطره للسفر إلى القاهرة لشهور طويلة، تاركاً إياي وحيدة في هذا البيت الكبير مع والديه. حماتي كانت قد فارقت الحياة منذ 2 شهر فقط، وتركت وراءها رجلاً مسناً تجاوز 60، انكسر ظهره بالحزن. منذ يوم وفاتها أغلق على نفسه في غرفته بالطابق العلوي، لا يخرج إلا لماما، وكأنه دفن نفسه حياً مع زوجته. كنت أظن أنه يعيش في حداد أبدي، وأن قلبه مات معها. كنت أعتقد أن حياتي ستكون مجرد روتين ممل من الانتظار والوحدة، حتى وقعت تلك الحادثة التي هزت أركاني وغيرت كل شيء في حياتي. في إحدى الأمسيات الباردة حملت صينية طعامة وصعدت إلى غرفته. كان باب الشقة الخارجية مفتوحاً كعادته، لكن ما أدهشني هو باب غرفته كان موارباً قليلاً. اقتربت بخطوات هادئة، وبدون أن أطرق نظرت من الشق، وما رأيته جعل الدم يتجمد في عروقي، وكادت الصينية تسقط من يدي. حماتي، ذلك الشيخ الوقور الذي يرتدي ثوب الحداد الأبدي، لم يكن يبكي على زوجته. كان جالساً في شبه ظلام، وعيناه مثبتتان على شاشة هاتفه، يشاهد مقاطع لم أتخيل أبداً أنه يشاهدها. صدمت بشدة لدرجة أن الأطباق ارتطمت ببعضها محدثة صوتاً حاداً. ارتجف جسده وأغلق الهاتف بسرعة. وقف وعيناه تتسعان بصدمة ممزوجة بالغضب. صرخ بصوت مخنوق: كيف تجرؤين على الدخول دون استئذان؟ ارتبكت وتلعثمت باعتذار، ثم هربت إلى غرفتي. كنت في حالة ذهول. كيف لرجل في عمره وفي قمة حزنه المزعوم أن يفعل ذلك؟ اتصلت بزوجي، لكن الخط كان مشغولاً، فجلست لساعات أحاول استيعاب ما رأيت. بعد دقائق نزل هو إلى الصالة. كان يرتدي ثوب الندم. نظر إلي بعينين ترجوان التفهم، وقال بصوت منكسر: سامحيني يا بنتي، أنا رجل وحيد، أرملة، أعيش في قبري هذا. لا تظني بي ظناً سيئاً، إنه مجرد هروب من الوحشة. نظرت إليه ورأيت إنساناً مكسوراً لا وحشاً. ابتلعت صدمتي وقلت له بهدوء: أنا لم أرى شيئاً يا عمي، هذا بيتك ولك أن تعيش فيه كما تشاء. اعتبرني عمياء عما حدث. تنهد الصعداء، وشعرت أنه مدين لي بالفضل، وعقدنا معاً ميثاق الصمت. مرت 3 أشهر، اختفى زوجي في القاهرة وتركني وحيدة. كنت أشعر بالوحدة القاتلة وبالحرمان من أبسط حقوق الزوجة. كنت أطلب منه أن يزورني، لكنه كان مشغولاً دائماً. لكن الصدمة الحقيقية لم تكن في غيابه، بل في المكالمة التي غيرت كل شيء. في ليلة من الليالي كنت أتصفح هاتفه القديم الذي نسيه في البيت، فوجدت رسائل بينه وبين امرأة من القاهرة. كانت الرسائل واضحة، كان يخطط للزواج منها. انهار عالمي، شعرت بمهانة قاتلة. أنا الزوجة الشابة أهنت واستبدلت، بينما أنا محبوسة في بيت لا أعرف كيف أخرج منه. الحرمان، الإحساس بالظلم والوحشة القاتلة دفعوني إلى حافة الجنون، وبدون أن أدري وجدت نفسي أسلك نفس الطريق الذي سلكه حماتي. أصبحت كل ليلة بعد أن أنام الجميع أغلق على نفسي في غرفتي،
وأغرق في عالم الأفلام المحرمة، أبحث عن دفء وهمي يعوضني عن برودة زوجي وخذلانه. كنت أكره نفسي، لكنني لم أستطع التوقف. أصبحت مدمنة على ذلك الهروب. جاء الشتاء بقسوته، وفي إحدى الليالي الباردة كنت في غرفتي. أغلقت الباب جيداً وغرقت في عالمي الخاص، ناسية كل شيء حولي. لكن رياح الشتاء العاتية كانت لها كلمة أخرى. دفع تيار الهواء القوي الباب المردود فقط، فتح على مصراعيه. كنت في أوج لحظاتي، جسدي مرتخي وعيناها مغمضتان، ولم أسمع خطواته. حين فتحت عيني تجمد الوقت. كان واقفاً على عتبة الباب ينظر إلي. لم يصرخ، لم يغلق الباب، فقط وقف، وعيناه تتجولان بيني وبين الشاشة. كان المشهد صادماً لدرجة أن عقلي توقف عن العمل. ثم وبهدوء مرعب كسر الصمت. لم يكن في صوته غضب، بل شيء آخر، شيء لم أتوقعه. قال بصوت هادئ وعميق: سامحيني، لم أقصد اقتحام خصوصيتك، لكن لم أتخيل أبداً أن الجمال يمكن أن يختبئ خلف هذا الباب. ارتبكت بشدة، غطيت جسدي بسرعة وطلبت منه الخروج بصوت مرتجف. ابتسم ابتسامة خفيفة، أدار ظهره وصعد إلى غرفته. لم أنم تلك الليلة. كنت أجلس في الظلام، ألعن حظي وألعن نفسي. كيف وصل بي الحال إلى هذا؟ كيف أصبحت مثل حماتي؟ كيف وصلت إلى هذا المستوى من الانحطاط؟ وفي اليوم التالي استيقظت على صوت طرق هادئ على بابي. دخل وجلس على الكرسي المقابل لسريري. نظر إلي بعينين تفهمان كل شيء. قال بهدوء: أعرف ما تشعرين به. زوجك خذلك، تركك تذبلين وحدك. أنت امرأة شابة ولك حقوق، وهو لم يفكر إلا في نفسه. لا تقلقي، سرك عندي في أمان، فأنا أعلم جيداً ما معنى أن يعيش الإنسان في فراغ. كلماته كانت كالمخدر. لأول مرة منذ شهور أشعر أن أحداً يفهم ألمي، أن أحداً يرى أنثوتي ولا يرفضها. شعرت بدمعة حارة تسقط على خدي. الضغط النفسي، الخيانة والوحدة، كل ذلك انفجر في لحظة. لم أفكر، لم أحسب العواقب. اندفعت نحوه وأرمت بنفسي في حضنه، أبحث عن دفء، عن مواساة، عن أي شيء ينقذني من هذا الجحيم. لكنني في تلك اللحظة، وبينما كانت يداه تطوقانني، أدركت حقيقة واحدة مرعبة: